القاعدة الخامسة عشان تقود العيلة هي أعقد وأهم حاجة عشان تقود أي منظومة، هي أعلى مراحل السيطرة، اسمها في علم النفس السلوكي Emotional Regulation، يعني تتحكم في مشاعرك، وهو واحد من أهم مؤشرات النضج وأصعبهم. في دراسة لدكتور جيمس من جامعة ستانفورد بيقول اللي يقدروا يتحكموا في مشاعرهم بيكسبوا احترام ونفوذ أعلى في أي مجموعة، ولو حد قلل منك أو عصبك اتصرف زي ما نخبة العاصمة بتتصرف. بواحدة من أعمق وأذكى أنواع القيادة النفسية، القيادة بالاحتواء، إنك تعرف تمتص مشاعر اللي قدامك وترد بهدوء وثبات. وفي فرق يا حضرة ما بين الهدوء والبرود، وإياك تتعدي بالغضب، اعديهم انت بالهدوء، واللي بيملك صورته بيبقى كبيرهم حتى لو اصغرهم. ايه الفايدة من كوني الاب الروحي؟ اقوى شخصية من نفسك مش بتتبني من كورسات او فلوس. ممكن يبقى معاك فلوس بس مالكش احترام، بتشتغل بس فاضي من جوه، هتفضل انسان محدود بيتشتت بسرعة وبيتقدم ببطء، مش عارف يدخل وسط الطبقة العليا في المجتمع. ايه علاقة ده بالاب الروحي؟ الفرق بين الغني والفقير، المثقف والجاهل، او الطموح والسلبي، شخصية. كل ما شخصيتك تتلغم بالقوة هتقدر تدخل اي مكان تختاره في المجتمع. الاب الروحي مش بس هيحسسك بقوتك وان ليك قيمه في لم اسرتك، ده هيخلي لدمك قيمه، هيخليك جدر ثابت بينمو في العالم. ازاي تفرق بين ملك وهمجي؟ غير انك هتلاقي الملك ليه اصل وبيسعى لتمجيد اصله والحفاظ على قوه اسمه، والهمجي ما يعرفش مين قرايبه، ما يعرفش ابوه شغال ايه واخوه بيعمل ايه. مفيش ملك من غير شعب. فانت لا عايز تمشي في الحياه لوحدك يا حضرة.